جدا مهمة. بعض الشباب يتضايق من والده ويوجهه ويعلمه السلوم ويقول له سو كذا سو كذا. هذا في رجل شاب تضايق من والده يعني من كثر التوجيهات، حتى وصل بينهم ان هجر والده. اللي حصل انه اراد ان يقدم على وظيفة، طلبوه ملف، فقدم ملف، فجت وقت المقابلة. يوم جلس في مكان المقابلة يسأل اللي معه الناس وش شهادتك؟ قال دكتور. وانتو شو ماجستير؟ وانتو شو تخصص؟ قال انا مستحيل اقبل. يأس انه يقبل لانه ما معلق بكالوريوس، هو اقل واحد شهادة واقل واحد خبرة، اللي خبرة 10 سنين 8 سنين. المهم دخلوا، يوم جاء دوره وطبعا كلهم دخلوا وطلعوا زعلانين، كلهم طردوا. هو دخل. المشكلة ان المقابلة ما هي على طول باب في باب، يدخلونك في مسار. هو يمشي لقى كاس قزاز قام وخره، شاف لي مويه حنفيه مفتوحه قفلها، جاء لقى نعمه شالها، لين مشى في المسار هذا وكل مره يشوف ملاحظات. يوم دخل على اللجنه قالوا مبروك مقبول. قالوا وش السالفه؟ قال احنا قاعدين نراقبك بالكاميرات. طبقت تصرفات نراقب حرصك على الشركه وعلى مقدراتها وعلى الملاحظات اللي موجوده. قال هذا كله من توجيهات ابوي اللي انا زعلان عليه. الله 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 الله. اللي كان يقول لي لا تخلي البزبوز مفتوح، نعم. ولا تخلي النعمه في الارض، ولا تخلي، ويركض ورقه القبول من الوظيفه هذه. الوظيفه كانت مره قيمه، ولو ما قبل على البيت ويلقى السيارات متجمعه ولين ابوه فارق الحياه. نسال الله ان يختم لنا وله بخير. فنقول الانسان الشاب خصوصا في زمن هذا لا تتضايق من توجيهات ابوك. قد يخطئ احيانا الاب، قد يخطئ الاب بشر، قد يخطئ في الاسلوب في التوجيه. في النهايه هو يبغى لك الرقي في الدنيا والاخره.